السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل فيه القرنبيط بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومقرمشة كمان، وان شاء الله تعجبكم. بس قبل ما نبدأ في اي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. اول حاجة هنبدأ فيها القرنبيط. انا جبت قرنبيطة كده متوسطة الحجم. طبعا انتوا لو حابين تكتروا الكمية مفيش مشكلة. هبدأ ان انا احوش الجذور بتاع القرنبيط واحوش الزهرة احطها في الطبق، يعني الزهرة دي هي اللي هنعملها. بس هنحوش بس الجذور اللي فيها، اللي هي الجذور الناشفة دي احنا مش محتاجينها في حاجة خالص. هقطعها كده بالسكينة. والزهراية لو كبيرة، الزهراية بتاع القرنبيط لو كبيرة بقسمها على 2، ولو صغيرة بسيبها زي ما هي. شايفين انا بقطعها، لو الزهرية كبيرة بتاع القرنبيط بقطعها على 2. طبعا انتوا اللي حابين تسيبوها كبيرة مفيش اي برضو مشكلة. انا كده خلصت القرنبيط بتاعنا. هبدأ بقى ان انا هجهز التتبيلة السايلة بتاعتنا والتتبيلة الجافة اللي هنغلف بيها القرنبيط. اول حاجة هنبدأ فيها، معايا هنا بولة هحط فيها كوباية من الدقيق مع معلقتين صغيرين من النشا، يعني مليانين على الاخر، يعني نص معلقة من الشطة. طبعا الشطة دي اختياري، حابين تحطوها حطوها، مش عايزين خلاص. معلقة رشة ملح، معلقة صغيرة من الكزبرة. وطبعا ما ننساش معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وطبعا المكون التالت معانا بيضة، ومعانا المية بتاعتنا. انا كده احتاجت في الكمية دي كوباية ونص من المية. طبعا المية دي حسب نوع الدقيق وحسب ان هو هياخد معاكي كتير ولا قليل. فانتي حبة حبة حطي، ولو احتاج يعني بتزودي مية. طيب تمام. طبعا هنقلبها كويس جدا عشان ما يكونش فيها اي تكتلات، وعايزاها بالشكل ده يعني تكون زي عجينة الكريب بالظبط. ومعايا نص معلقة من الثوم المفروم، وحزمة كزبرة خضرة مفرومة ناعم كده كويس جدا. وهقلبها واركن التتبيلة بقى دي على جنب لحد ما اجهز التتبيلة الجافة اللي هنغلب بيها القرنبيط من بره. طبعا حطيت كوبايه برضو من الدقيق، معلقه كبيره من النشا، ورشه الملح والشطه والكزبره، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. مش محتاجه اكتر من كده، التتبيله سهله جدا وبسيطه، بس الطعم الخرافه في الاخر. معايا حله على النار، كنت حاطه فيها ميه بتغلي، لازم تكون بتغلي مش بتسخن. وحطيت فيها رشه الملح وهنزل بالقرنبيط. طبعا القرنبيط هياخد سوا قد ايه؟ هياخد 5 دقايق. يعني ايه؟ يعني اول دقيقتين ونص يعني دلوقتي احنا حطينا هنغطي الحلة. عدى دقيقتين ونص هنقلب القرنبيط بتاعنا، ونرجع نغطي الحلة تاني. وبعد دقيقتين ونص من تاني هنطلع القرنبيط كده. يبقى ايه؟ 5 دقايق، دقيقتين ونص في الاول نقلبه، وبعد كده نرجع نغطيه، وبعد كده بنرجع نطلعه. طبعا في البولة اللي ورا ده هي فيها مية وفيها مكعبات تلج، لان لما هطفي على القرنبيط يعدي 5 دقايق هبدأ ان انا اشيل القرنبيط وهنزله في المية المتلجة علشان ما يكملش السوا بتاعه. انا عايزاه يعني نص سوا، ما يكونش مهري، علشان لسه طبعا هيتحمر في الزيت. هطلع بقى الشكل ده، وطبعا هسيبه في المية المتلجة يعني برضو من 5 دقايق ل6 دقايق. وبعد كده هبدأ ان انا اصفيه. وبعد كده هبدأ ان انا هعمل بقى ايه هغلفه في الخلطة السايلة، وبعد كده هنحط في الدقيق بالشكل ده. نطلع كده القرنبيطة كويس، ونصفيها برضو، نصفي اي الزوايد بتاعتها ونقلبها في الدقيق بمعلقة كده ونقلب. مينفعش نقلب بايدينا، او ما ينفعش ناخد من التتبيلة السايلة للدقيق، هيعمل على صوابعنا كتل كده من العجين ومش هنعرف نشتغل. لا، نقلب بمعلقة، او ايد في العجينة السايلة وايد في الدقيق، علشان صوابعنا ما تعملش كتل كده من العجينة وما نعرفش نشتغل. بكل سهولة بننزل القرنبيط في الدقيق والبيض والنشا. بعد كده بنرجع نطلعها نحطها في الدقيق والنشا، نغلفها كويس جدا. وطبعا اثناء ما بنعمل كده الزيت على النار بيسخن، علشان بعد ما نخلص ده هننزل على طول في الزيت. ما ينفعش نسيبها وبعد كده بعد 10 دقايق مثلا 5 دقايق نرجع نحطها في الزيت، لا ما ينفعش.
اول ما نخلص التغليف بتاع القرنبيط بننزل على طول في الزيت. طبعا اهو انا نزلت في الزيت، هبدأ برضو ان انا انزل معاكم بقية الكمية. ولازم الزيت يكون سخن، ما يكونش على نار هادية او متوسطة، لازم الزيت يكون سخن علشان اول ما تنزل يعني تقرمش كده. طبعا هي مستوية، ما يعني هتكمل بس النص التاني من السوا بتاعها. طبعا عشان تاخد كفر كده وقرمشة من بره، ما تبقاش التتبيلة تسيل في الزيت. تمام. طبعا ما ينفعش كل شوية ان انا ابدا اقلب فيها، لان القرنبيط ممكن يتهري مني. بالراحة خالص واسيبها على مهلها لحد ما الاقي اللون من تحت احمر. ببدأ ان انا بمعلقة وبأي حاجة بروح قلب القرنبيطة للناحية التانية عشان تاخد برضو نفس اللون. شايفين بقى اللون بتاع القرنبيط عامل ازاي؟ تحفة تحفة بجد. يعني شايفين إن حتى التقرمشة كده واخد قرمشة جميلة جدا، والطعم كمان بجد والله تحفة. ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم. شايفين بعد ما طلع تحفة. طبعا هنرش عليه كده شوية كزبرة خضرا عشان بس تكسر اللون كده. هوريكم واحدة هفتحها لكم من قلبها. شايفين الطبقة الخارجية مقرمشة ازاي؟ بجد تحفة. وكمان مستوية من جوه وخطيرة خطيرة بجد. جربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.